حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء على التتبع اليومي للأسواق في شهر رمضان المبارك، وتشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين. وخلال كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة اليوم الخميس، جدد أخنوش دعوته إلى وزراء الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والمالية إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة. وعلى صعيد آخر، قال رئيس الحكومة إن تمويل الأسواق يتم ولله الحمد في ظروف مستقرة، حيث اتخذت الحكومة كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التمويل العادي للأسواق خلال شهر رمضان. وكشف أن سعر السردين هذا الصباح في أسواق الجملة بالدار البيضاء بلغ ما يقارب 5 دراهم و50 سنتيما للكيلوغرام، وأن الطماطم بدورها متواجدة بوفرة في الأسواق بعد التراجع الذي عرفته خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الحمراء مستقرة مع تواتر عمليات استيراد الأبقار لتزويد السوق الوطنية.